القفاز ده عبارة عن مستشعر حركة صغير زي اللي في موبايلاتنا كلنا، وتقريباً بيقرأ الأفكار. طيب مش الأفكار بالظبط، بس هو بيكتشف نية الحركة، وده اللي بيخلي التحكم في القفاز سهل وبديهي جداً. طيب، إزاي كل ده بيشتغل مع بعضه؟ الموضوع بسيط بشكل يجنن. عايز تمسك حاجة؟ كل اللي عليك تعمله إنك تحرك دراعك. المستشعر بيحس بالحركة دي، فالموتور بيشتغل ويقفل الإيد. عايز تسيب الحاجة دي؟ حرك دراعك تاني. خلاص، مفيش زراير، مفيش أي تعقيدات. دلوقتي وصلنا للحظة الجد. هل التكنولوجيا المبهرة دي ممكن فعلاً تعمل فرق حقيقي في حياة الناس؟ عشان يعرفوا الإجابة، الباحثين جابوا قفاز هيرو وادوه ل5 من الناجين من السكتات الدماغية. حالتهم كانت صعبة وإعاقتهم في الإيد شديدة. طبعاً الكلام على الورق شكله حلو جداً، بس هل الموضوع ده نجح فعلاً على أرض الواقع؟ ده السؤال المهم اللي الكل بيسأله. والإجابة كانت نعم وبقوة، في اختبار بسيط للمهارة اليدوية اسمه اختبار الصندوق والمكعبات، والهدف منه هو نقل أكبر عدد من المكعبات في دقيقة واحدة. الفرق كان صادم. مع قفاز هيرو المشاركين قدروا ينقلوا حوالي 3 مكعبات زيادة في المتوسط، وده مش مجرد تحسن بسيط، ده تغيير جذري في قدرتهم. بس الموضوع أكبر من مجرد نقل مكعبات. شوفوا الرقم ده، 97.5 درجة. دي زيادة في قدرة المشاركين إنهم يفتحوا إيديهم، وده معناه الفرق بين إيد مقفولة على طول وإيد تقدر تمسك كوباية أو تفتح باب أو حتى تمسك إيد حد غالي عليها. بس يمكن دي أقوى نتيجة فيهم كلهم. ل4 من كل 5 مشاركين، قفاز هيرو كان هو الفرق بين إنهم ما يعرفوش يعملوا المهمة أصلاً وبين إنهم ينجحوا فيها. فكروا في دي للحظة، ده مش مجرد تحسن، دي استعادة أمل بحالها. طيب إيه الخطوة الجاية لقفاز هيرو، وإيه معنى الكلام ده لمستقبل إعادة التأهيل بعد السكتة الدماغية؟ زي ما احنا شايفين، قفاز هيرو حقق فعلاً أهداف كتير جداً من اللي اتعمل عشانها. هو خفيف وسهل في الاستخدام وتكلفته معقولة، وأكيد لسه في مجال للتحسين. يعني مثلاً الفريق شغال دلوقتي على إنه يضيف ميزة المساعدة في قوة القبضة، بس دي مجرد البداية. والموضوع مش بس للمرضى، المعالجين نفسهم شايفين إمكانيات رهيبة في القفاز ده. تخيلوا معايا استخدام جهاز زي ده عشان يساعدوا حد يرجع يعزف بيانو تاني، أو يرسم، أو حتى مجرد يلعب كوتشينة. الاحتمالات ببساطة ملهاش نهاية. طيب فكروا فيها كده، ماذا لو التعافي ما بقاش مجرد حاجة بتحصل في عيادة كام ساعة في الأسبوع؟ ماذا لو بقى حاجة ممكن تتلبس وتعيش بيها وتساعدك تستعيد حياتك قبضة ورا قبضة؟ هو ده الوعد اللي بيقدمه قفاز هيرو، ودي لمحة عن مستقبل ممكن